صباح الورد عليكم حبايب قلبي. تعالى اقول لكم ازاي نعمل مع بعض الميت بول دي باسهل واطعم طريقه ممكن تعملوها بيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتقولوا لي في الكومنتات لما تجربوها. يلا بينا نبتدي الطريقه على طول. انا هنا معايا 500 جرام من اللحمه المفرومه، اي ما يعادل نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا نص حزمه من البقدونس غسلتها كويس وقطعتها صغير. اهم حاجة اللحمة المفرومة يكون فيها نسبة محترمة من الدهون، يعني حوالي 25%. وبصلاية كبيرة كده حلوة، ومعايا معلقتين من البقسماط من عند العطار او الجاهز، بس انا بصراحه بفضل الجاهز اكتر، يعني بيبقى احسن لي، بحبه اكتر. ومعايا البهارات بقى اللي معايا نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره. بصوا البهارات دي اكتبوها معايا واعتمدوها في اي حاجه فيها لحمه او فراخ خطيره. حبهان، ورق لورا، كوبيبه صيني، وقرنفل. تطحنوهم في الكبه بكميات متساويه وتحطوهم وتاخدوا منهم ربع معلقه. ومعايا نص معلقه صغيره من البابريكا ورشه فلفل اسمر وبيضايه. والبقسماط والبيض مهمين جدا عشان هما اللي هيمسكوا معايا القوام بتاع كرات اللحم بتاعتي. انا هنا عملت البصلايه بتاعتي فرمتها كويس في الكبه. انت ممكن تقطعيها صغير مش هتفرق، او بشوريها احسن ما تقطعيها لو ما عندكيش كبه يعني. ونزلت هنا بنص كميه البقدونس بتاعتي على اللحمه بتاعتي، ونزلت بالبهارات بتاعتي. لو ما عندكيش البهارات اللي قلتلك عليها اللي هي الحبهان والكلام ده، حطي نص معلقه من 7 بهارات، هتقضي برضو بالغرض وهتبقى حلوه جدا. ونزلت هنا بالبقسماط بتاعي، هقلبهم كده كلهم يدخلوا في قلب بعضهم. قلبي كويس، انا عايزه بهاراتي ولحمتي والبصل والبقدونس كله يخش في قلب بعضه. وهنا هنزل بالبيضه بتاعتي، هقلبها كده الاول بالمعلقه وادخلهم كده كلهم في قلب بعض. بصي ما بدهاش بقى معلقه ايه ومش معلقه ايه، بايديكي على طول ياما بايديكي على طول. احنا لسه هنقلب بمعلقه؟ انا متعوده بتعامل معاكم بطبيعتي من اول فيديو بصراحه. بتوع الجوانتي دول احنا مش منهم، براحتكم يعني، اللي عايز تلبس جوانتي تلبس، بس انا ما بلبسش. هنا بقى بصي الكميه دي نص كيلو لحمه، هتعمل لي اكلتين، هتعمل لي 10 كور المره دي من اللحمه. هكور كده بالشكل ده. بصي اللحمه ماسكه نفسها ازاي عشان البقسماط والبيض. هتعمل لي 10 كرات وهشيل نصهم في الفريزر. انت فاهمه الكميه عملت معايا قد ايه؟ موفره جدا الاكله دي. نص كيلو لحمه هتعمل لك 20 كوره ميت بول حلوه محترمه كده. خلاص كده انا جهزتهم. هنا انا بوريكم، بص بقى معايا نص الكميه، يعني انتوا واخدين بالكم هي موفره قد ايه؟ عايزه تبشري عليها جزر، عايزه تحطي عليها فلفل رومي، بصي اعملي زي ما تحبي، بس انا بحبها كده اكتر. هترمي معاكي اكتر بقى كمان من 20 كوره. هنا انا نزلت في الطاسه بتاعتي بمعلقتين كبار من السمنه. انت ممكن تحطي زيت لو ما عندكيش سمنه، بس السمنه هتدي طعم افضل يعني. وهنزل كده بالكور بتاعتي، تاخد بس تشويحه على نار متوسطه، تاخد بس تشويحه كده من تحت، وبعد كده هقلبها على الوش التاني برضو تاخد تشويحه. بصي يعني من كل جوانب الكوره حاولي تشوحيها، مش من تحت ومن فوق بس. انا عايزه من كل الجوانب تحاولي تشوحيها عشان تبقى مستويه معاكي. انا كده كده هسقطها في البشاميل بتاعي، بس برضو عشان ما تبقاش في حتت نيه فيها. اهو زي ما انتي شايفه كده. انا برضو بوريكم كل التفاصيل معايا عشان برضو ما اكونش حرمتكم من حاجه. اكله جميله جدا وموفره جدا، وحاجه كده وهم طعم وسهوله، ومش قادره اقول لكم حلوه قد ايه. سهله جدا، مش تاخد منك ربع ساعه في المطبخ، وموفره جدا جدا، وطعمها ولا اطعم من كده ولا احلى من كده. سوبر حلاوه. هشيل كده الكرات بتاعتي، هنزل بمعلقتين كبار من السمنه، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق. انا بس عايزه ريحه الدقيق تختفي، يعني عايزه اقلب كده السمنه بالدقيق، عايزاه يغمق سنه صغيره، يعني ما يغمقش منك قوي عشان الدقيق ما يتحرقش، الاكله هتبوظ. قلبي فيها كده يعني حوالي 30 ثانيه، تصفر بس معاكي، تغمق عن اللون ده درجه واحده بس. ريحه الدقيق اول ما تختفي تنزلي على طول باللبن بتاعك. بس انا برضو حبيت اوريكم التفاصيل. بصوا بقى، انا بحب قطع اللحمه دي اللي هي موجودة دي، ما شلتهاش، بتديني في البشاميل طعم قمر. ومش هكتفي بكده، كمان هقطع كورتين هفتفتهم واحطهم.
هتشوفي هيديكي طعم عامل ازاي في البشاميل. وكأنك بالظبط حتى لو انت ما بتاكليش كرات اللحم، حتى لو انت ما خدتهاش البشاميل نفسه هتحسي ان مع انها بصي كورتين بس انا مفتفتاهم من اللحمه اللي احنا عملناها، كورتين بس فتفتهم عملوا لي البشاميل كله كاني عاملاه باللحمه المفرومه. مش محتاجه كده بقى ناخد ال8 كرات الباقيين، بس طبعا هناخدهم يعني. بس بقولك على التركه دي اعمليها كانك بتاكلي المكرونه بصوص بشاميل باللحمه المفرومه. نزلت بقى انا هنا بنص كيلو من اللبن. بعد ما نزلت بنص كيلو من اللبن بتاعي هشوفوا القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي معايا. هنا بقى القوام زي ما تحبي، عايزاه تقيل اكتفي بنص كيلو، بس انا ما حبيتهوش تقيل. وطبعا اللبن يفضل يكون من عند اللبان، بس انا ما كانش متوفر عندي فحطيت لبن معلب عادي. رشة ملح كده محترمة، هقلب كله مع بعض. حاولي تخففي الملح في البشاميل بتاعك، هيميل اكتر على طعم القشطه كانك عامله البشاميل بالقشطه. خلي بالك من التركه دي، حطي ملح بس خففيه شويه، دلعيه بمعنى اصح. انا هنا حطيت حبه لبن كمان، حسيته عايز تاني. انا كده الكميه دي عملت معايا كيلو الا ربع بالظبط من اللبن عشان يوصل للقوام اللي انا حباه. انتي لو حباه اتقل من كده اكتفي بالنص كيلو بس كده احلى. في الميت بول القوام الاخف بيبقى احلى، مش خفيف قوي برضو بس يعني القوام ده بيبقى احلى، السمك ده في القوام بتاع البشاميل. هنزل هنا بكرات اللحم بتاعتي، هرمي كده الباقي من الفتافيت دي. اوعي ترميها ولا تسمحي لحد من العيال ياكلها، اوعي حطيها في البشاميل. بصي هتدعيلي قمر. انا هنا ايه غطيت كل الكرات بتاعتي بالبشاميل كده بالمعلقه زي ما انتوا شايفينها، وحطيت عليها ايه باقي البقدونس اللي انا كنت شايلاه في الاول، مش احنا حطينا نص الكميه بس. انا بقى حطيت على الوش كده، بيدي طعم حلو وبيدي شكل احلى كمان للسفره بتاعتك. اهي دي تنفع بقى يعني العزومات، طبق رئيسي في العزومات، حاجه كده خطيره وهم وتحفه واقتصاديه جدا وموفره جدا، وهترمي معاكي كميه كبيره وشيك جدا كطبق رئيسي في العزومات. حاجه خطيره بجد، لو جربتيها تعتمديها في يوم في اسبوعك، انا متاكده من كده. انا هنا غليت ميه وهعمل جنبها مكرونه مسلوقه. انتي ممكن تعملي جنبها رز ابيض، ممكن تاكليها والله بالمعلقه كده عادي جدا، بس انا حبيت اسلق جنبها مكرونه. سلقتها عادي بالطريقه التقليديه. ودوقي بقى احلى ميت بول بالبشاميل ممكن تعمليها في حياتك، حاجه كده خطيره. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، وان شاء الله هتعجبكم. وعايزه رايكم في الكومنتات، انزلي قولي لي تحت لما تجربيها وتوهمي كل الناس اللي معاكي في البيت. هيتوهموا بجمالها وسهولتها، وان انتي اصلا ما قعدتيش في المطبخ علشان خاطر تطلعي العظمه دي. يلا باي باي.